خوتاتي العزاز، تحياتي لكم جميعا داخل المغرب وخارجه. للاسف خوتاتي العزاز، تصدمت واحد الصدمه كبيره. خبر ما كنتش متوقعو كاع، وهذا الخبر للاسف غادي يضر تقريبا شي 100,000 اسره مغربيه. تضحك معكم خواتاتي العزاز. هل القرار البائس والبليد هو اللي خرجت به النظام ديال الكفرانات ديال الجزائر بفرض التأشيرة على المغاربة؟ بالله عليكم، واش دابا هذه بلاد؟ انا شتي ديك البلاد شي يعطيوني فلوس يقول لك اجي زورنا والله ما نمشي، بالله ماشي الا ندير التأشيرة باش تمشي لها. واش هاد الناس عندهم شي عقل ولا لا؟ ندير التأشيرة نمشي لأوروبا، ندير التأشيرة نمشي للدول اللي هي رائعة، نمشي لجزر المالديف، نمشي لتركيا كاع هي التالية على الأقل بعد تركيا كتلقى ما تشوف فيها، نمشي لدبي، نمشي لشي بليصات اللي هما زوينين. دخلنا عليكم بالله، الجزائر شنو غتشوفوا فيها؟ شنو غتشوفوا في هاد الجزائر هادي؟ شوفوا الطوابير عباد الله قابطين الصف باش يعمروا الماء، ولا قابطين الصف باش يشريو الزيت ولا يشريو الحليب. واش هذا النظام هذا ما فهم زعما راه وصل لاقصى درجه ديال الحماقه، صافي يعني تجاوز كل الحدود. والغريب في الامر هو البيان ديال الخارجيه الجزائريه، لان الجزائر خصها تبرر علاش خدات هذا القرار. دونك وضعات واحد المجموعه الاسباب مسببات، والعذر اكبر من الزله. نخليكم بعدا تسمعوا لهاد السيده هادي اش تقول باش تبررنا علاش الجزائر فرضات التأشيرة على المغاربه. الحكومة الجزائرية إعادة الأمر الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى تراب البلاد على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أوضح أن الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الجزائري والمغربي تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021 المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص. المصدر ذاته أضاف أن النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين انخرط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم وعلى نطاق واسع شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا عن نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الجزائري. بيان الخارجية الجزائرية شدد على أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الجزائري على مستوى جميع النقاط الحدودية، محملا النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر. اذا كما قلت لكم خواتاتي العزاز، انتم شفتوا البيان ديال الخارجيه الجزائريه اللي كيقول لك جايبوا ولدو عماه، وشفتوا هاد الاعذار وهاد الاسباب، وهي كل هاد الاعذار ديال الفضيحه. يعني هنا كيتكلموا على انه واحد البلد اللي كيراعي الجرى وكذا والى اخره، وكيتهموا المغرب على ان المغرب هو اللي كيستهدفوا، وهما في البيان ديالهم شوفوا اش يقولوا. واش دخلنا عليكم بالله؟ واش عمر المغرب صدر شي بيان بهذا الشكل هذا على الجزائر؟ واش عمر الخارجيه المغربيه اتهمات الجزائر بشي اتهامات بهذا الشكل؟ اكيد لا، لان حنا عندنا الدبلوماسيه المغربيه هي دبلوماسيه رصينه، والقرارات ديال الدوله المغربيه هي قرارات رصينه. راه ماشي بحال هاد الناس هادو، راه فلت لهم العقل والله العظيم. يعني ما فهمش كيفاش هاد الناس هادو دائما كيقول لك ضربني وبكى وسبقني وشكى.
شكون اللي تيتجسس على شكون كيتجسس على الاخر؟ ماشي هما كيتجسسوا علينا. حنا المغرب غادي في المسار ديالو ولله الحمد، غادي في المسار ديال التنميه ديالو، غادي في المسار ديال الاقلاع التنموي الاقتصادي الرياضي الى ما اخره. شنو درت هاد الجزائر اللي عندها البترول وعندها الغاز وعندها كاع هاد الامكانيات الضخمه؟ شنو دارت؟ ولكن اللي الحقيقه اللي هي كاينه هو ان النظام الجزائري البائس البليد الغبي الفاشل باش يصدر الازمه الداخليه اللي عنده، هاد الازمه خص ضروري يفتعل ازمه مع المملكه المغربيه باش يفرض حاله الطوارئ على الشعب ديالو، باش اي واحد يهضر يقول له انت خائن انت مع المروك، اي واحد تكلم انت خائن انت مع المروك. وبهذه الطريقه كيفرضوا حاله الطوارئ على الشعب اللي للاسف انتم راكم شفتوا. يعني دولة اللي فيها البترول وفيها الغاز وفيها البحر وفيها الخيورات تبارك الله وصحراء ممتدة على واحد المساحات اللي هي شاسعة جدا، ومع ذلك انتم كتشوفوا يعني الازمة اللي كيعيشوها. مدن يعني كبيرة، مدن ولايات ما عندهمش حتى الماء، يعني في المنازل ديالهم كيضطروا انهم يخرجوا باش يسقيو الماء ويجيو دوك الشاحنات باش. اذا كما قلت لكم خوتي خواتاتي العزاز، هاد الجرى السوء بلا نبي الله زعما اش نقول لكم والله العظيم الا اديه. هاد البلد السوء اللي كتدعي الانسانيه والمواقف والمبادئ والاخلاق والقيم والدين، كتمنع عوائل جزائريه ومغربيه من التواصل فيما بينهم، كتقطع الرحيم. وكتعرفوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم وصى على صلة الرحم، لان كتعرفوا على ان راه جزائريين عندهم عمامهم عندهم خوالهم عندهم خوالاتهم هنا في المغرب، ومغاربه كذلك عندهم عمامهم خوالاتهم خوالهم. يعني كما كتعرفوا على ان العلاقات ما بين المغاربه والاشقاء ديالهم الجزائريين كانت علاقه اللي مرتبطه بصله الدم. مغاربه مزوجين من الجزائر والجزائر مزوجين من المغاربه، قبل ما النظام الجزائري ياخذ واحد القرار وطرد الالاف من المغاربه، وفي نهار العيد بالضبط طردهم دون ان يسمح لهم باش ياخذوا حتى الحويجات ديالهم. اذا كما قلت لكم خوتي خواتاتي العزاز باش تعرفوا يعني الحقيقه ديال النظام الجزائري اللي كيفرق ما بين الاسر واللي كيقطع صلة الدم. النظام الجزائري ما كيعاقبش المغاربه وانما كيعاقب حتى الشعب ديالو بالدرجه الاولى، وهذا الشيء راه ما داروش حتى الدول اللي هي اشد عداء للمسلمين. نزيد مساله اخرى، تصوروا كيفاش ان هذا النظام البائس النظام الغبي النظام البليد الخبيث الشرير كيقطع على دولة جارة شقيقة، دولة إسلامية عربية أمازيغية اللي بينه وبينها واحد العديد من الروابط. كيقطع عليها الحدود البرية وكيقطع عليها حتى الحدود الجوية. زعما حتى ونقولوا على ان شي واحد غادي يمشي يزور الاهل ديالو في الجزائر، خصو اولا الا كان محظوظ وكانت عنده التاشيره ديال شنغن غيمشي لاسبانيا، ومن اسبانيا يركب للجزائر. كذلك نفس الشيء بالنسبه للجزائري الا كان محظوظ وكانت عنده التاشيره ديال شنغن ولا ديال شي دوله اللي هي اوروبيه، غادي يخصو يمشي اما لايطاليا او اسبانيا عاد من تما يجي للمغرب. واللي ما عندوش تاشيره غادي يضطر انه يمشي حتى لتونس، ويخصو اما يمشي في شي خطوط اللي هي ماشي ديال المملكه المغربيه، خصو يمشي في شي خطوط اخرى اللي هي اجنبيه، ويضطر على انه يخرج على المجال البحري كذلك والمجال الجوي ديال الجزائر، ودوز اما في المنطقه الحره او في مجال اخر، ويعاد يجيب الدوره ويدخل له. كيفاش ان هاد الدوله اللي كتدعي انها اسلاميه
كتسمح للغرب باش يدوزوا الطائرات ديالهم عبر المجال الجوي الجزائري باش يقصف دول أخرى في أفريقيا، أو أنه يقوم بعمليات عسكرية، وكيرفض أن طائرة مدنية تقل مواطنين إما غاديين لدول عربية حتى اللي غاديين للحج ما كيسمح لهم باش أنهم يدوزوا على المجال الجوي الجزائري. يعني القمة ديال التمكريه والقمة ديال الخبث، يعني هادشي ديال الدراري الصغار. خوتي خواتاتي العزاز، حنا نظام التأشيرة ما كيشكلش مشكل بالنسبة لنا حنا مغاربة. راه موريتانيا هي التالية وراه دايرة تأشيرة، مصر دايرة تأشيرة، ما عمر كان حنا عندنا مشكل مع التأشيرة، لأن هذا النظام دولة وكل دولة من حقها تفرض التأشيرة على واحد الدول أو كتعفيهم من التأشيرة.